اللي شاف التيران اضرار غيحلف باللي الماتش ملعوب في القاهره ماشي في اكادير. ازيد من 40 الف مغربي شعلوا التيران ورجعوه جحيم على جنوب افريقيا. من قبل ما يبدا الماتش الرايات ديال مصر كانت في كل قنت، وكلمه خاوه خاوه هي اللي كدور. الجمهور المغربي ما خلاش المصريين يحسوا بالغربة نهائيا، بالعكس نزلوا على لاعبي جنوب إفريقيا بالتصفار كل ما قاسوا الكرة وخلاوهم يدوخوا ويخافوا في التيران. هادشي عطى كوراج كبير لصحاب محمد صلاح وخلاهم يتيقوا في راسهم ويتقاتلوا على كل كرة. واللقطة اللي دارت البوز وقلبات السوشيال ميديا هي فاش المدرجات كاملة بدات كتغني وتهتف باسم مصطفى محمد وباقي نجوم الفراعنة. كانت لقطة واعرة بزاف وبينت باللي القضية فايتة كرة، هي رسالة تضامن وأخوة، والمغاربة كانوا حالفين ما يخرجوش خوتهم المصريين خاسرين قدام جنوب إفريقيا. وبفضل هذا الدعم والتشجيع الخيالي المنتخب المصري قدر يفرض السيطرة ديالو وربح الماتش بهدف ل0 ماركه الكينج محمد صلاح من ضربة جزاء. الهدف جاء في وقت صعيب والمدرجات تهزات بالفرحة بحال إلا المنتخب المغربي هو اللي ماركه. هذا الرباح كان مهم بزاف لمصر باش تضمن التأهل، والفضل الكبير كيرجع للروح القتالية والجمهور المغربي اللي كان في الموعد. هاد الماتش غيبقى تاريخي وبين مرة أخرى أن المغاربة والمصريين إيد وحدة. المغاربة بينوا أنهم ما كينساوش الخير، وفي نفس الوقت اللي عادينا في التيران كناكلوه بالتصفار. عارفين علاش ياك؟ شنو بان لكم في هاد الروح الرياضية العالية؟ واش تفرجتوا في الماتش؟ خلوا لنا رأيكم في التعليقات وما تنساوش ديروا لايك واشتراك. ديما مغرب وديما مصر.